أحلى وأجمل أكلة هنعملها النهارده بالكمية الأجنحة اللي أنتم شايفينها دي، وكل الحكاية كلّها يعني ب30 جنيه، 30 جنيه وجبنا الأجنحة جميلة وطازة وجميلة زي ما أنتم شايفين كده، جبناها بقى نضّفناها ونقعناها. طبعًا أنتم عارفين بننقعها في ملح وليمون ودقيق وبنخلّيها زي الفل، وقطّعنا بقى الضفر اللي بيبقى في الأجنحة دي ونضّفناها وزي العسل زي ما أنتم شايفين كده. يالّا بقى نبدأ بسم الله ونصلّي على رسول الله ونشوف هنعمل الأجنحة بتاعتنا. جنبي بقى حبّة مكرونة كده وهنعمل أحلى غدا يا حبايب قلبي. بُصّوا بقى أنا عملت لها تتبيلة بعد بقى ما اتنقعت وشطفتها، جبت لها تتبيلة قرن فلفل كده spicy وبصلة وطماطماية وعصير ليمون وكركم وبابريكا وفلفل أسود وتوم باودر، وأحلى تتبيلة جميلة. وهاسيب بقى فيها كده هاخلّي بقى التتبيلة كده كلّها كده إيه تبقى كل الأجنحة كده في التتبيلة، يعني ما تبقاش واحدة مش طايلة التتبيلة بتاعتنا. هامسكها بقى زي ما أنتم شايفين هاحطها بقى في التلاجة شوية ييجي ساعتين كده والّا حاجة، طلّعها بقى إيه نبدأ بقى نعمل لها الخلطة بتاعتها الجبارة اللي هتخلّيها معانا مقرمشة وجميلة. بُصّوا هنا أنا جِبت هنا كوبايتين دقيق، حطيت هنا كوباية وهنا كوباية. جِبت هنا حطيت على كوباية دقيق حطيت عليها بقى نُص كوباية مَيّة زي ما أنتم شايفين بُصّوا الخلطة دي على راحتِك أنتِ، ما تخلّيها خفيفة أوي ولا تقيلة أوي. هنمسك بقى الخلطة السايلة مع الخلطة اللي هنحط لها نفس البهارات مع في الخلطة السايلة، وكمان على الدقيق اللي هو اللي إيه نغلّف بيه الأجنحة. وكمان جِبت هنا كيس ونُص كانوا مكرونة. هنعمل شوية مكرونة زي العسل زيكم كده يا حبايب قلبي، ولو وصلتوا لعند كده يا حبايبي حطوا اللايك. وكل اللي ما اشتركش بقى اللي ما اشتركش لسه في القناة ينزل يشترك، وما تحرمش منكم أبدًا يا حبايب قلبي. بُصّوا بقى أحلى وأجمل خلطة سايلة هتعملي فيها بقى هتطلّعي من الخلطة السايلة دي على الدقيق المبهّر اللي إحنا عملناه بالتوم البودر والكاري والبابريكا والفلفل الأسود بقى والتوم البودر جميلة، جميلة والملح. وهنطلّع بقى من الخلطة ديّة اللي هي من الدقيق على القلي على طول بقى، على التحمير على طول. بُصّوا بقى هتبقى أجنحة بانيه كده مقرمشة وجميلة، جميلة. و وبُصّوا ونواشف كده وأكلة جميل. وهنعمل جنبها كمان شوية المكرونة اللي شُفتهم دول، سلقنا المكرونة هنبدأ بقى إيه، نعملها معانا. طبعًا هنقلِّب بقى الأجنحة كده على كل الاتجاهات وهدّي النار في الأول علشان تستوي يا حبايب قلبي. وهنبدأ بقى وفي الآخر بقى نعلّي علشان تطلع معانا مقرمشة. في أمّا نحس إن هي استوت كده ونقلّبها على اتجاهات من هنا على الوجه ده والوجه ده بقى، يعني نعلّي النار علشان تطلع معانا مقرمشة، لإن إحنا كنا موطّيين النار على أساس تستوي، بس أمّا نحس إن هي خلاص استوت نعلّي النار، على أساس إن هي تبقى طالعة مقرمشة ما تبقاش إيه طرية معانا. هنبدأ بقى نشيلها كده ونحطها في الطبق بقى حبة أجنحة بقى ما أقولكمش جميلة ولا الريحة جميلة. بُصّوا يا حبايبي بقى، طلّعتها كده في الطبق بتاعنا وكمان المكرونة بتاعتنا كمان أنا كان عندي بقى هنعملها مع بعض. أنا سلقت المكرونة كده، يعني ما خلّيتهاش تستوي أوي، على أساس إن هي تاخد في الصلصة. يعني المكرونة بتاعتنا عايزاها تبقى شاربة الصلصة بتاعتنا، ما تبقيش تسيبيها أمّا تتهري أوي ولا تستوي أوي. أنا جِبت هنا فصّين توم بقى وعملت أنا طبعًا أنا كنت عاملة الصلصة كده ببصلة، يعني كنت حاطاها الصلصة مجهزاها عاملة لها يعني تسبيكة بالبصل وحاطاها إيه في التلاجة. هاجيب منها على طول. أنا عملت تومة بس كده وإيه وحطيت بقى الصلصة على التومة وضبّطت الملح وشوية بهارات كده مشكّلة عليها. هنحط بقى بهارات مشكّل وهننزل بقى بالمكرونة بتاعتنا تبقى بقى إيه شاربة في الصلصة كده وزي العسل. أحلى مكرونة وجنبها بقى الأجنحة قرمشة كده ما حصلتش. هنبدأ نحط المكرونة كنت بقى حاطة المكرونة كده. بصوا المكرونة مش مستوية قوي يعني فيها تكة كده على أساس إن هي تبقى شاربة الصلصة تبقى كده. بصوا بقى شوية مكرونة ما أقولكمش شوية بقى أجنحة بانيه. أنا سبت شوية ما حمرتهمش من الأجنحة عشان يبقوا سخنين لأن بنت لسه بقى في المدرسة ولسه ما جاتش، فأنا سايبة لها بقى إيه أحمرها لها سخنة. فدي اللي إحنا هنتغدى بيه كده حمّرته ومقرمشة وما أقولكمش وطعمها وريحتها جميلة. بُصّوا هي سخنة مش قادرة أمسكها. بُصّوا من جوّه جميلة، جميلة ومستوية يا حبايب قلبي وأحلى أجنحة هتاكليها بقى بالمكرونة كده
قرمشة مع المكرونة كده طرية كده جميلة، وحبة